ورس امك لما تسمع بخبار خايبه على امك. باش نوليو نلعبوا هكا انا وياك يا نديم. اي واحد معناتها عبد مثلو امه معناتها امه توفات سي شوكون. ماك تخاف فيا باسيلي براسة شكون. الجمعة هذه جمعة الكلاشات والتسريبات الصوتية بين الفنانين والممثلين، وما زلنا باش نحكيو على الحرب القائمة بين عزة سليمان ومرام بن عزيزة. والمرة هذه نلقاو طليق مرام بن عزيزة نديم حباسي يخرج عن صمته ويفجر حقائق صادمة على طليقته ويتهمها بالكذب والشعوذة وحتى تعاطي الممنوعات، ونشر جملة من التدوينات المتفرقة على حسابه الشخصي قال فيهم انه رافع قضايا ضد مرام بن عزيزة اللي في كل مرة تعمل له السحر هو وخطيبته عزة سليمان وحتى حافظ الطياشي المعروف بالباباراتزي. نشوفوا مع بعضنا التدوينات. يقول نديم حباسي tu as de la chance، ما نجمش نهبط لك فيديو وفوكال متاع العرافة خاطر قدمت شكاية وتوا في يد القضاء، توا يهبط للعباد في وقته. اما فيديوهاتك متاع الكونسوماسيون كوكايين ما تعرفش عليهم وقتاش يهبطوا. توا عجبك هكا النيفو، كنت ساكت عليك وليا 4 سنين ساكت وما فضحتكش، قعدت كان ندافع على روحي. اما انتي شلاكة ما تفهمش واستخيلت سكوتي خوف ما شد عندك. كان نلوم رواحنا انا واللي زاكس متاعك الكل توا نحلو اسوسياسيون ديما نفس الحكاية معاهم، تحب الفلوس والكوكايين وانتي من بعد تحب تطلع الفيكتيم. سامحوني يا جماعة على النيفو هذا سي با مون ايدوكاسيون، اما الله غالب ما حبتش تسيب. ويواصل نديم حباسي كلامه ويقول من 4 سنين وانا كافي خيري شري طلعت بالحساب مرتين في الاعلام، مرة تلفزة ومرة راديو باش ندافع على روحي، نعاود ونأكد طلعت مرتين اكا هاو 2 فوا، لا نعمل في البوز ولا خدمتي تستحق البوز. من 4 سنين وانا نعاني تشويه سمعة، شتم، سحر، شعوذة، رفعت علي قضايا العالم الكل وتحفظوا، حاولت تحطم لي كل علاقاتي الشخصية والمهنية وما نجمتش. قل لي يا أخي كل ما تتوحشني تبربشني وتحكي عليا، نعاود ونأكد ما ربحت حتى قضية ضدي، بالعكس عندها حكم صادر ضدها وقضايا أخرين ما زالوا خالطين عليهم مني أنا وخطيبتي اللي مهبلتها. أنا عمري ما قلت اللي أنا ملايكة، أما كي تحب تولي ربعة العدوية على ظهري نقولك راني ما عادش باش نسكت. ما نحبش الفضايح، ما نحبش المشاكل، أما اللي يمسني ولا يمس خطيبتي ما يلوم كان روحه مريقل. من جانب آخر نلقاو رد قوي برشا يجينا من مرام بن عزيزة توجه كلامها لطليقها نديم الحباسي وعزة سليماني، وهذا اش قالت بالضبط. عاصمة الناس الكل، هي هذايا وليت مسلسل مكسيكي وما حبيتش تشوفه. انا هالموضوع هذايا في بالي سكرته عندي سنين، انا اليوم تفاجأت كيما تفاجأتوا نتوما. نحاول نفهم على خاطر تورطت وهربت مع شخص طلقته انا انشا. الطفله هذيا لقات روحها مورطه مع راجل لا خدمه لا قد. السيد هذايا محكوم عليه اكثر ب 30 سنه حبس وهرب، خرج من تونس بصفه غير قانونيه، حارق موجود في مناشير التفتيش الكل. الطفله هذه لقت روحها الناس نساو، ما عندها حتى خدمه ولا مستقبل، اما باش تحير اسمها مش على ظهري انا، كلام كله فارغ وبلاش اثبات. هاني باش نعطيكم انا سكوب. المراه هذيا يا سيدي محكوم عليها في تونس في قضيه جزائيه، واللي يلعب ما ينغرش. كيف نلقاو رد اخر يجينا من عزة سليمان، وشوف شنو قالت بالضبط. قلت لك علاش عندك مشكله مع طليقك، ما خرجت وفضحت وصار مشاكل وانا شو مدخلني، علاش حرام عليك؟ وهي تعرف انا لا فكيته ولا عرفت وقت اللي هي تعرفه، يعني اللي يبهت هي تعرف الحقائق الكل وكمان تقعد تضر فيا 3 سنين وهي تضر فيا، وتوا لينا سحورات، توا لينا يعني كفر تخرج من ملة ربي، هذا الكل باش تحطمني. وتوا في اخرتها شنو انا محكوم عليا وانا ما عنديش لا خدمه لا شيء، ما عنديش مستقبل، يعني وين ماشي بها وين ماشي بها هذا الكل. لاني هو ما الله غالب لازم زيد عبد يدافع على روحه، مانيش نقعد انا ساكته ديما نقول مانيش باش نهبط لمستواها وما ندافعش على روحي. سكت وقلت ما نهبطش، وقد ما سبتني انتم تعرفوا من رجل تلفزه عائلتي ماما مريضه بالسكر وتطلب فيها وتقول لها ودرا شنو اللي تعدى راهو تعدى ماهوش شويه، ونقول ما يسالش ما نهبطش ما نجاوبهاش، ديما نحقر بعد سيئات كهو يزي ما يسالش نهبط للمستوى ونرجع بعد المستوى.